الحبايب مساء الخير. احمد العوضي دخل المستشفى وهو في حاله صحيه حرجه جدا وممنوع عنه الزياره. طيب ايه حقيقه الموضوع وايه موقف ياسمين عبد العزيز؟ هقول لكم على كل التفاصيل وما نما لنا من اخبار. الحقيقه فعلا ان احمد العوضي دخل المستشفى وكان متواجد في المستشفى الفتره اللي فاتت دي، ومش من النهارده بس، لكن هو كان قبل كده كمان. طيب ايه سبب الموضوع وهل فعلا ياسمين زارته ولا لا؟ هو تعرض الفترة اللي فاتت لضغط يمكن نفسي كبير جدا وضغط بدني كبير جدا ومجهود واجهاد، لان هو كان بيصور الفيلم الاسكندراني، خلص الاسكندراني وبعد كده العرض الخاص بتاع فيلم الاسكندراني، وبعدين بعد كده سافر بره عشان يفتتح الفيلم في الامارات واعتقد كمان في السعوديه، وبعدين رجع يصور مسلسل حق عربي اللي هو هيشارك فيه في رمضان اللي فات. كان في مشاهد اكشن كتير قوي، فتعرض لحاله اعياء عاديه جدا، راح المستشفى اتعلق له شويه محاليل وحاجات كده. لما عرفت ياسمين عبد العزيز قامت بواجبها اللي هو الانساني، وان هو يعني بحكم العلاقه اللي كانت بينهم، هم كانوا ازواج يعني، كانوا زوجين يعني اقصد. فراحت زارت احمد العوضي فعلا في المستشفى واطمنت عليه، لكن ما كانش ممنوع من الزياره، لان حتى الكلام متناقض. ازاي ممنوع من ممنوع الزياره ليه وفي نفس الوقت ياسمين زارته؟ يعني ولا هي راحت وقفت قدام باب الاوضه بتاعته في المستشفى؟ لا طبعا. ويمكن الفتره اللي جايه تشهد يعني خبر لطيف وجميل ليهم هما الاثنين، وان الميه تعود لمجاريها مره تانية. ازاي؟ معرفش. طب الموضوع واقف على ايه؟ واقف على قرار ياسمين. لان تاني انا باكد ان يمكن اعلان الانفصال نفسه هو كان بنسبه مفاجاه للعوضي ومباغته، لان هو حصل وهو كان بره مصر يعني، وما كانش هو مرتب لده خالص. هم كانوا منفصلين ولكن من قبل كده، ولكن هم كانوا مؤجلين فكره الاعلان نفسه، لان العوضي كان زي ما انا قلت كان عنده فيلم والراجل مشغول والى اخره. وفي نفس الوقت يمكن قبليها بيوم كان بيهنيها بعيد ميلادها، فتم الاعلان. ايه قرار ياسمين وايه سرعته؟ الله اعلم. وزي ما انا قلت تاني، هو عوده المياه لمجاريها بينهم هما الاثنين متوقف على قرار ياسمين، لان العوضي اكيد طبعا مرحب يعني، مش عشان هو اقل ولا حاجه والله، ولكن يعني اعتقد ان اي راجل في الدنيا بيحب ان الدنيا، وحتى اي ست كمان، بس اقصد ان من ناحيه العوضي مش هو كان صاحب قرار الانفصال. يعني هي كانت صاحبه هي قرار الانفصال، لذلك هي اللي اعلنت ثم بعد كده هو اعلن بعدها. فيعني الموضوع يعني يمكن الدنيا تتحل بينهم، وده بنسبه كبيره لان في ناس تدخلت بشكل كبير في الفتره اللي فاتت دي حتى بعد اعلان الانفصال. والحاجه الثانيه كمان، يمكن هما الاثنين او يمكن ياسمين كمان رجعت نفسها بعد لما لقيت في حاله اهتمام كبيره جدا من الوطن العربي، او عدد كبير جدا من الجمهور مش في مصر بس بيهم وناس زعلانين والى اخره يعني. دي الحاجه الثانيه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده موضوع دخول العوض المستشفى علشان يعني هم يقربوا من بعض شويه، اللي هو يعني موقف يعني حصل. الحاجه الثالثه، عايز بس يعني في كلام طبعا بيتردد على فكره ايه بقى، ان العوضي عامل كده علشان ياسمين ترجع له، او العوضي حصل له ده علشان ياسمين سابته. احنا مش عايزين نشكك في نوايا حد، ومش عايز اقول ده صح ولا لا، يعني خلوها بدون تعليق عشان بس نكون واضحين. مش عايز اعلق على الموضوع، ولكن اللي انا اعرفه ان انفصال العوضي عن ياسمين او ياسمين عن العوضي هو كان ليه اثر سلبي عليهم هما الاثنين نفسيا، ويمكن العوضي اكتر. آه بطبيعه الحال يعني هو راجل بيحبها، راجل يعني يعني مثلا او ايا كان الموضوع، لكن هو كان ليه اثر يعني. فيمكن ده يشهد عودتهم مرة تانية. أتمنى ده، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن المية فعلا تعود لمجاريها بينهم، وأتمنى إن شاء الله إن ربنا يكتب لهم الخير هما الاتنين، أيا كان الخير ده مقدر فين، إن هما يرجعوا لبعض ويبقوا مع بعض أو مش مع بعض، على المستوى الشخصي أو حتى كمان على المستوى الفني. شكرا جزيلا.